تتنفذ المخالف كرة ثابتة رأسية وهدف. الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي بتسديدة رأسية بعد كرة ثابتة من قال حتى حل حمزة الغانمي. هدف أول لصالح الترجي بتسديدة رأسية. شوف الإعادة من فلوريو دانو، شوفوا الإعادة الهدف باليسار حسين أبو عالية على يمين حمزة الغانمي. في مرة ثانية تبقى الكرة من محمد ياسين العريض، توزيع وضربة جزاء. يقول حمزة جعيد، يقول ضربة جزاء حمزة جعيد في الكرة الأخيرة. ضربة جزاء للترجي الرياضي الجرجيسي. سنعيد المشاهدة بالتأكيد. كانت توزيعة من جانب محمد ياسين العريض والكرة ضربت في مدافع الترجي. حمزة جعيد أعلن عن ضربة جزاء دون تردد. مسافة للتنفيذ من بشير بن سعيد. يتقدم خليل القصاب وهدف التعادل لترجي الجنوب. هدف التعادل للترجي الرياضي الجرجيسي 1-1 من علامة الجزاء. تعود المباراة إلى بدايتها مع الدقيقة 42. 42 دقيقة لعب. وهدف خليل القصاب. زادت لصالح الترجي حسين أبو عالية باليسار يرفع الكرة حمزة الغانمي وهدف ثاني. الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي. حمزة الجناصي يضيف الهدف الثاني دقيقتين بعد هدف خليل القصاب. حمزة الجناصي يضيف الهدف الثاني لصالح الترجي. سيناريو مثير في اللحظات الأخيرة رمزي لهذه المباراة في الشوط الأول. وهذه إعادة، شاهدوا الإعادة مرة أخرى. حسين أبو عالية يرى الكرة، حمزة الغانمي يضيع الكرة من يده وتدخل الكرة للشباك بعد لمسة من حمزة الجناصي. رمزي راسية ممتازة من بشير بن سعيد، تسديدة راسية أولى والثانية، أولى والثانية وهدف التعادل. مثير هذا الشوط الأول، مثير هذا الشوط الأول بين الترجيين التونسي والجرجيسي. هدف التعادل لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق باب ديالو. الدقيقة 5 بعد 45. مثير قلت هذا الشوط الأول. شاهدوا الإعادة العملية. بن سعيد تصدى في مناسبة أولى ثم تسديدة قوية